الفيلم بيبدأ بدرو وصاحبته هانا وهم سايقين عربيتهم في طريق هادي رايحين على القصر العائلي بتاع درو. الليلة دي مميزة لأن والده تشارلز إبرانسي رجل أعمال ملياردير لسه مكمل 75 سنة، والأول مرة من سنتين تشارلز قرر يجمع كل ولاده في البيت. جوه القصر بنتعرف على باقي العيلة، التوأم الطموحين ميلين وسي جي، الاتنين رؤساء شركات بمليارات، وكمان كامي أصغر واحدة فيهم وإنفلونسر على السوشيال ميديا. ومن النظرات الباردة والابتسامات المزيفة باين إن اللمة دي مش عن حب، دي كلها غل قديم. رئيس الأمن مايلز دخلهم جوه، والغريب إن القصر كان فاضي. تشارلز سرح كل العمال الليلة دي، هو عايز السهرة تبقى بينه وبين ولاده بس. ولما شافهم اتفاجئ إن هانا جاية معاهم، خصوصا إن الدعوة كانت واضحة إنها للعيلة بس. لكن هانا ضحكت وقالت إنها ما قدرتش تفوت عيد ميلاده الكبير، خصوصا إنها ودرو كانوا مجهزين ليه هدية مفاجأة. وقتها تشارلز فاجئهم وقال لهم إنه مش هيعيش لحد الصبح، وقال إن في حد جاي يقتله قبل نص الليل، وعلشان كده قفل البيت كله وبعت كل الناس بعيد. تشارلز اعترف إنه في رحلة نجاحه عمل أعداء كتير، أعداء ما بيرحموش، وقال إنه غش وخان وظلم ناس كتير، والذنوب دي دلوقتي راجعة تطارده. طلبه من ولاده كان بسيط: احموني الليلة دي، عايز أعيش لحد بكرة. واللي زود التوتر طلع الوصية بتاعته: لو عاش لحد الصبح الثروة كلها تتقسم عليهم بالتساوي، لكن لو مات الليلة دي كل الفلوس تروح لمؤسسة إبرانسي الخيرية. الولاد اتصدموا، محدش كان متخيل كده. هو أبوهم اتجنن ولا دي لعبة غريبة منه علشان يختبر ولائهم؟ تشارلز كان مجهز كل حاجة، كل الشبابيك مقفولة بإزاز مضاد للرصاص، وكل الأبواب متقفلة كويس يعني محدش يقدر يدخل أو يخرج. وبعدين بص لهنا وقال لها إنها تمشي، دي مسألة عائلية، بس هي رفضت وقالت له لو في احتمال بسيط ان كلامك صح مش همشي واسيبك. لكن سي جي وميلين ما صدقوش الكلام، شافوا ان دي مجرد حركة درامية من ابوهم عايز يجمعهم قبل ما يموت. بس هنا كانت حاسة ان في حاجة غلط فعلا، حتى لو في نسبة 1% ان في خطر يستاهل انهم ياخدوه بجدية. درو وكامي وافقوها وقرروا يفتشوا البيت يدوروا على اي حاجة مريبة. اما التوأم فعملوا نفسهم مش شايفين وراحوا اوضهم. كامي بدأت في قبو النبيت، مكان حاطين فيه مجموعتهم النادرة من أزاز النبيت، بس بدل ما تفتش بدأت تشرب. في نفس الوقت درو كان بيوري هانا أوضة التحف اللي تشارلز بيحط فيها المقتنيات الغريبة بتاعته. لكن في القبو كامي وقفت فجأة، في صوت غريب جاي من الضلمة، حست إن في حد بيراقبها، خافت جريت ناحية الباب لكن لقت الباب مش بيفتح. ومن الناحية التانية سي جي كان بيضحك، قفل عليها الباب كنوع من المقلب، بس هو ما شافش الظل اللي كان بيتحرك وراه على الحيطة. ويمكن تشارلز ما كانش مجنون بعد كل اللي قاله. في الدور اللي فوق درو هنا راحوا لتشارلز وسألوه بصراحة ايه اللي بيحصل بالظبط، لكنه كرر نفس الكلام وقال مش هتصدقوني حتى لو قلت. في الوقت ده سي جي كان لوحده في اوضه الالعاب بيحاول يلهي نفسه بلعبه بلياردو، لكن الكوبايه اللي قدامه اتقلبت لوحدها. وقف مكانه وهو خايف، والكور على الترابيزه بدات تتحرك لوحدها وترتبت بشكل غريب ومنظم. وفي الوقت اللي كل ده بيحصل كامي كانت مشغوله بتصور فيديوهات على موبايلها بتحول الجو الغريب ده لمحتوى لجمهورها. لكن وهي بتسجل شافت حاجه سودة بتتحرك وراها في الكاميرا، لفت بسرعه علشان تشوف مين، مفيش حد. ضحكت وقالت يمكن خيالها، ورجعت تبص في الكاميرا تاني، وهنا حد جه من وراها وزقها فجأة في البسين. موبايلها وقع منها وغرق وهي بتحاول تطلع، بس بعد شوية جسمها طفى على المية وهي ميتة. بعد شوية ميلين دخلت أوضة الألعاب وقعدت مع سي جي، بدل ما تتأثر باللي حصل بدأت تخطط معاه. قالت له يستغلوا إن أبوهم شكله بيستهبل ويستولوا على شركاته زي عيلة تانية عملت كده قبلهم. لكن درو هنا ما كانوش مركزين معاهم، هم كانوا قلقانين إن كام اتأخرت، قسموا نفسهم يدوروا عليها، ولما لقوها في البسين المنظر صدم الكل. سي جي كان محمل نفسه الذنب وقال أنا الكبير كان لازم أحميها مش هضحك عليها. لكن ميلين خدت الموضوع ببرود وقالت إنها حادثة، بس نظراتها راحت ناحية هانا وقالت إنها مش من العيلة، مين يعرف يمكن هي ودرو عملوها عشان ياخدوا ورث أكبر. الكلام ده جنن درو ورد عليها واتهم التوأم ان هم اللي بيخططوا ضد الكل. الصوت عالي والمناقشه سخنت لحد ما هانا قطعت الكلام وسألت السؤال اللي محدش عايز يسمعه، وقالت لهم ان القاتل مش واحد مننا، وان لو في حد او حاجه جوه البيت. ولما قالوا لتشارلز ان كامي ماتت انهار، بس رفض يفتح الباب او يخرج. كل اللي قاله الأسوأ لسه جاي قبل نص الليل. وقتها كشف الحقيقه، اللي بيطارد مش انسان، قال ان من سنين عمل صفقه
صفقة دفعت روح بني آدم تمنها، ودلوقتي الروح دي راجعة تاخد حقها. واللي زود الجنون عدل وصيته ساعتها وقال نصيب كامي اللي هو 2 مليار دولار هيدخل لهانا علشان قررت تفضل وتقف جنبي. الكلام ده خلى التوأم يخرجوا عن شعورهم، شافوا ان دي مؤامرة متخططة من الاول. سي جي اتعصب، مسك مسدسه، حبس تشارلز جوه المكتبة وقال كل ده لحمايته، وبعدين مشي وهو متضايق. اما درو هانا قالوا ان هم لازم يلاقوا الروح دي قبل ما تقتل تاني، لكن سي جي ما كانش مقتنع وشاف ان هانا بتمثل عليهم. في نظرهم هتفضل غريبة ولا تستاهل اسم العيلة ولا الفلوس. واثناء ما درو هانا بيدوروا اكتشفوا ان جثة كامي اختفت، حد سحبها من مكانها. هانا اتخضت وبدأت تصرخ وحاولت تكسر الشبابيك علشان تهرب، لكن الازاز ما اتكسرش. درو مسكها وقال لها ان في طريق تاني من اوضة التحف. وفي الوقت ده ميلين كانت في اوضتها وحست بوجود غريب في المكان، شافت صورة كامي كأنها بتبص عليها. بعد كده راحت لسيجي وقالت له انها فاكرة حبيب زمان رفضوا ابوهم، وقالت له تفتكر ليه ابوك عمره ما اعترض على هانا؟ وده خلاهم يتهيأ لهم ان درو هانا بيحاولوا ياخدوا مكانهم في العيلة، واتفقوا ساعتها انها لازم يتخلصوا منها. وبنرجع لأوضة التحف، درو هانا حواليهم تماثيل غريبة وآثار مرعبة. درو حكى ان امه كانت دايما بتحذر ابوه من الحاجات الملعونة دي، وقالت له يوم من الايام هترجع تطارده. وعلشان محدش يعرف عنهم تشارلز بنى اسانسير سري مخصوص يدخل بيه للتحف دي من غير ما الناس تشوف. هانا حاولت تستخدم الاسانسير، لكن فجأة قوة خفية بدأت تخنقها وتشدها، لولا ان درو سحبها في اخر لحظة. وفجأة كل التماثيل لفت ناحيتهم والنور قطع والحاجات بدأت تقع حواليهم. وفي نص الفوضى دي لمحوا شبح جريوا على اوضة تشارلز بسرعة، بيخبطوا على الباب بجنون. ولما لقوا باب الخزنة مفتوح افتكروا ان ابوهم دخلها علشان يستخبى. دخلوا وراه بسرعة، لكن اتضح انها كانت فخ. سي جي كان مستني بره وقفل عليهم الباب كويس. الخزنة كانت مقفولة بإحكام وما فيهاش هوا كفاية، يعني بعد شوية هيتخنقوا ويموتوا جوه. خطة سي جي كانت قاسية وواضحة، يخلي درو هانا يموتوا لوحدهم ويتخلص منهم. لكن وهو فرحان باللي عمله سمع خبطة على الباب هو عارفها كويس، دي كانت خبطة أبوه. ولما لف شاف ظل اسود ماشي وراه. ميلين قربت علشان تشوف وشافت اثار رجلين بتظهر لوحدها وهي ماشيه ناحيتها. قبل ما تلحق تعمل اي حاجه قوه خفيه مسكتها من رقبتها ورفعتها في الهواء وسحبتها بعيد. سي جي اتجنن وجرى وراها، ولما دخل اوضتها لقاها واقفه قدام بورتوريه لكامي والدم نازل من وش الصوره. وفجاه من جوه البورتوريه طلعت كامي نفسها بس بشكل مرعب ومشوه. هجمت على ميلين وسي جي رفع مسدسه بسرعه، بس وهو في حاله رعب ضرب رصاصة بالغلط جت في ميلين، وقعت على الأرض وماتت في ساعتها. وسي جي صرخ من الصدمة جري عليها، لكن جسمها اختفى قدام عينه. وفي اللحظة دي فهم انه مش بيواجه أشباح بس، ده بيواجه ذنوبه القديمة نفسها. وهو مرعوب ومكسور رجع بسرعة وفتح الخزنة وأنقذ درو هانا اللي كانوا على وشك يتخنقوا. شكروه انه أنقذهم بس وهما ما يعرفوش ان هو اللي حبسهم أصلا. سي جي كان حاسس بالذنب، ادالهم المسؤولية يكملوا المواجهة وقال ان هو هيقابل الكيان ده بنفسه ومعاه آخر طلقة في المسدس. لكن الروح كانت أذكى منه، بدل ما تهاجمه راحت ورا درو هانا اللي اضطروا يجروا في كل اتجاه علشان ينقذوا نفسهم. جريوا على أوضة مقفولة وهناك لقوا غرفة سرية مستخبية ورا الحيطة، جواها رفوف مليانة كتب سحرية وتحف شيطانية. هنا بدأت تركب الصورة في دماغها وقالت تشارلز مش عامل صفقة عادية، ده بايع نفسه لحاجة مرعبة فعلا. في الوقت ده الكيان الشرير حاصر سي جي وطرده لحد فوق سطح القصر، وهو يائس ومش شايف مفر رمى نفسه من فوق، لكن الكيان مسكه في الهواء قبل ما يقع، وبدل ما يسيبه يموت اتحول لشكل ميلين وسحب منه آخر نقطة حياة. ومع قرب نص الليل الشيطان كان بيقوى أكتر وأكتر وبيطارد درو هانا في كل زاوية. قدروا في الآخر يكسروا باب أوضة تشارلز ودخلوا عليه بيصرخوا عايزين يعرفوا الحقيقة كلها. وتشارلز أخيرا اتكلم وحكى القصة من أولها. قال إن عيلة إبرانسي زمان كانت قوية جدا، بس في عهد أبوه كل الثروة راحت، ضاعوا بسبب النصب والفشل. وعلشان يرجع مجده عمل صفقة مع شيطان الطمع اللي اسمه مامون، في المقابل للثروة اللي محدش يتخيلها الشيطان ياخد روح تشارلز في عيد ميلاده ال75. والنهاردة كان اليوم الموعود. في الأول تشارلز كان راضي باللي عنده، بس لما مراته ماتت الطمع دخل قلبه تاني. مش طمع فلوس لكنه طمع في الخلود، إن اسمه يفضل متسجل في التاريخ للأبد. وعلشان كده عمل صفقة جديدة مع الشيطان يضحي بدم عيلته بدل نفسه. وده السبب الحقيقي إنه جمع ولاده الليلة دي، مش عشان لمة عيلة علشان يموتوا مكانه،
درو ما قدرش يصدق، كان حاسس بالصدمة، بس قبل ما يستوعب اللي سمعه تشارلز طلع مسدس وضرب رصاصة في صدره مباشرة. درو وقع على الأرض فورا، وهنا صرخت صرخة وجع وصدمة، ما قدرتش تصدق اللي قدامها. وتشارلز ببرود أعصاب قال لها أنا حذرتك تمشي بس أنت اخترتي تفضلي، وبعين شيطانية رفع المسدس عليها هي كمان، بس هنا جريت اتشقلبت بره الأوضة قبل ما الرصاصة تصيبها. طلعت بره القصر وهي بتنهج ولقت مسدس سي جي مرمي على الأرض، كان في طلقة واحدة بس. ولما تشارلز طلع يجري ناحيتها ما فكرتش اللحظة، رفعت المسدس وضربت. الرصاصة جت فيه بس كانت الساعة عدت نص الليل، الصفقة اتكسرت. هنا وقفت تبص له والدموع نازلة من عينيها، وقالت له وهي منهارة كنت لازم تعرف أنا كنت حامل من درو، سلالتك مش هتنتهي الليلة. درو كان ناوي يقولها له في عيد ميلاده كهدية، بس القدر قلب كل حاجة الجحيم. وفي اللحظة دي الشيطان جه علشان ياخد اللي ليه. جسم تشارلز بدأ يتلوى ويتعذب وصراخه ملا البيت، ولما الشيطان خده اختفى كل الصوت. وفي الصبح رئيس الأمن رجع وفتح باب القصر ولقى هانا خارجة لوحدها ماشية بخطوات هادية من غير ما تبص وراها. ركبت نفس العربية اللي جت بيها وقالت للسواق خدني على البيت. كانت فقدت كل حاجة، درو وحلمها بالمستقبل والعيلة اللي كانت فاكرة إنها هتبقى جزء منها، الثروة، القصر، اسم إبرانسي نفسه، كل ده ما بقاش ليه معنى. كل اللي كانت عايزاه هو درو. وهنا القصة بتخلص بنهاية حزينة بس كلها دروس عن الطمع والجشع اللي بياكل الروح. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وسيب لي رأيك تحت في الكومنتات. تفتكر الطمع فعلا ممكن يخلي الإنسان يبيع حتى دمه؟ ولو كنت مكان هانا كنت هتفضل جوه القصر ولا تهرب من البداية؟ سلام.